بقليل من الماء والهواء وبعض التفاعلات الكيميائية البسيطة، استطاع المهندس الشاب طارق الحاج من محافظة ذمار توليد مادة قابلة للاحتراق. وعلى مدى 5 سنوات كرس وقته وجهده والمعارف التي تعلمها، آملا أن يساعد ابتكاره في توفير مادة قابلة للاحتراق لاستخدامها في الطبخ والتدفئة بتكلفة أقل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز المنزلي ووجوده الذي أصبح شحيحا في السوق. كلما كانت الهواء أقوى، الهواء كلما كان ضخ وأقوى كان اللهب أقوى. بعد خلاصة 5 سنوات من الأبحاث توصلنا إلى هذا الابتكار اللي يعود إلى فصل ذرتي أو جزيئي الماء اللي ذرتين الهيدروجين وذرة الأكسجين عبر محلول كيميائي بسيط. فنعبي احنا الدبة 5 لتر محلول كيميائي ونعبيه من هنا، طبعا نفك هذه ونعبيها من هنا 5 لتر محلول ماء ونعبيها 5 لتر محلول كيميائي. المحلول الكيميائي بدون أي تحليل كهربائي بدون أي شيء، تمام، بيتفاعل بشكل آمن جدا safety and maintenance مع الماء، بيولد لنا ذرتي هيدروجين مع ذرة أكسجين، إضافة إلى الغازات الأخرى اللي بنسحبها من الجو عن طريق إيش؟ عن طريق الهواية، ضخ هواء من هنا وبيخرج الغاز من هنا، سمعت علي، إلى وسط الدبة أو إلى وسط التنور ويتعبى. مدة فعالية الغاز 6 أشهر في البيت بمعدل استهلاك 3 ساعات يوميا، يعني تستخدم الغاز 3 ساعات يوميا في الطباخة سواء في التنور أو الطبخ، 3 ساعات يوميا تستمر عندك في البيت تقريبا حوالي 6 أشهر. الأمان والتكلفة المنخفضة والبقاء لمدة أطول أهم ما يميز ابتكار المهندس طارق ويجعله حلا للكثير من المشاكل التي ترافق مادة الغاز المنزلي، حيث يعد توليد النار بهذه الطريقة الكيميائية أكثر أمانا، كما يضمن عدم حدوث تسرب مثل ما يحدث عند استخدام اسطوانات الغاز المنزلي، أمور جعلت هذا الابتكار محل إشادة وإعجاب من قام بتجربته من المحيطين بطارق. أنا أشكر قناة السعيدة وأشكر المهندس طارق على تعاونه مع المواطنين في الاختراع الموجود. رأيي أنه اختراع جميل جدا ومساعد للمواطن اليمني في حل هذه الأزمات للغاز، وأنه سهل جدا للمواطن وللجهات المختصة في دعم المهندس واختراعه وتبنيه للعمل والتوسع لكي يستفيد منها المواطن. فالحمد لله أن المهندس طارق توصل إلى هذه الطريقة، أنه ابتكر كيف يوفر الغاز، مادة الغاز المنزلي بأبسط الأشياء، بحيث أنها توصل لذوي الدخل المحدود أو جميع أطياف المجتمع، وإن شاء الله أنها تكون فكرة ناجحة ويستفيد منها الجميع إن شاء الله. الاختراع أعتقد أنه حاجة مطلوبة لنا جميعا، أنا مجربها بالبيت وناجحة وإن شاء الله تتطور. إحنا نحتاجها بعملي، أنا أشتري الغاز أكثر شيء، والسبب الاستهلاك في المطاعم الاستهلاك أكثر يكون، فإن شاء الله هذا الفكرة تتطور وتدخل لنا المطاعم وإن شاء الله الشيء هذا جاء لنا يعني بنستفيد كثير كثير كثير. يعني دبة 9000 حسب بالشهر كم، فهذا دبة تكفي بالشهر هيدروجين. يقول هو مستعد، المهندس هذا المخترع يقول مستعد انه يشغل الصاروخ مدة شهر. مثل هذه الابتكارات التي تسهل حياة الناس وتوفر متطلباتهم الأساسية بتكاليف أقل، ينبغي على الجهات الرسمية تبنيها والعمل على تطويرها. ومثل هذه العقول المليئة بالأفكار المبدعة والخلاقة يجب أن تحظى بالتشجيع والاهتمام الذي يجعلها تستمر وتبتكر المزيد.